مشاهدينا الكرام، صحة رمضانكم وصحة فطوركم، ومرحبا بكم في عدد اليوم من برنامج ريحة رمضان. كما عودناكم كل يوم طبق من الأطباق الجزائرية، كل يوم عند عائلة. والطبق الرئيسي تاعنا اليوم هو طبق الرقاق. طبق الرقاق هو طبق معروف في الغرب الجزائري، والعائلة اللي غادي نزوروها اليوم هي خليط ما بين وهران وتيالت. غادي نشوفوا معاهم كيش يحضروا هذا الطبق تاع الرقاق، وبما انه رانا في النصف تاع رمضان غادي نشوفوا معاهم عاداتهم وتقاليدهم في هذه المناسبة. بقاو معنا باش نشوفوا ريحة رمضان كي غادي تكون اليوم. واحد الريحة رانا نشمو فيها مشاهدينا. اهلا السلام عليكم. ورحمة الله. لاباس الحمد لله يا ربي. كي راكي مدام؟ اذا مدام سعاد الماما الابنه تاعك هي اللي راهي محضره لنا اليوم طبق الرقاق، وراهي دايره لنا الافطار اليوم. الله يسلمك، انا تديني مباشره من المطبخ باش نشوف التحضيرات. شكرا، بارك الله فيك. السلام عليكم مدام صالحه. سلام، مرحبا. كي راكي؟ لاباس؟ صحة رمضانك. الله يسلمك. صحة رمضانك يسلمك. راكي مع التحضيرات، الله يبارك، رانا نشوفوا راكي موجده كل شيء. يسلمك ربي يخليك. كما تعرفي رانا في ليله النص من شهر رمضان، وفي ليله النص نحضروا طبق التقليدي الرقاق، معروفين به في الغرب الجزائري عند التيارتيين وعند الوهارنه والغرب الجزائري بصفه عامه. كما كتشوفي انا درتها لكم اليوم بالتعمير، بغيت نكبر بكم وبالدجاج والتعمير. وثاني كان نشوفوا يعني اشكال والوان تاع الاطباق اللي راهي محطوطه هنايا. قولي لنا مدام صالحه، هي الطبق تاع الرقاق كيفاش تحضريه؟ شنو راكي ديري دروك اللمسات الاخيره؟ كما كتشوفي راه قريب يأذن. انا كنت موجده الرقاق ديجا خدمتها الصباح، راكي تشوفي فيه راني نوجد فيه دروك، راني باش نفوره كيما هكا. وقولي لنا هذا نظام التعمير؟ هذا التعمير ودرت الدجاج، درت طبق تقليدي 100%، والمعقوده ثاني اللي ما تخطيناش في الشهر تاع رمضان. يعني هذا الطبق تاع الرقاق نتوما ديروه في النص تاع رمضان؟ نديروه في ليله النص كيما هكا. دروك راكي ديري مدام صالحه باش نعرفوا؟ دروك راني باش نحميه ما نحطوهش بارد، غادي نفوره غير على المرقه تاعه كيما راكي تشوفي. نحطه على المرقه تاعه، نخليه يفور ويدي البنه تاع المرقه تاعه. الريحه راهي تشهي مدام صالحه، شهيتينا راها ملي طلعنا وحنا نشموا فيها الريحه. يسلمك. والحريره ثاني كما تعرفين نديروها في القدره تاع الطين. راكي دايرتها في القدره تاع الطين؟ تاع الطين يعني العادات والتقاليد 100%. ونشوفوا نسيت انا نشوفوا في المطلوع هنايا راكي دايرتها في كما راكي تشوفي فيه صايره. طابت عندي ما شاء الله خبزه تاليه كيما هكا. صاي شهيتينا مدام صالحه. شهيتكم في الجنه ان شاء الله، شهيتكم في الجنه. شنو رانا نشوفوا ثاني هنا هذا الطبق؟ هنا درت لك الطبق تاع التفاح بالزبيب. التفاح. طبق التفاح، طبق تقليدي ثانيك. تفاح طاجين الحلو. طاجين الحلو هذا حلو. وهنايا راني محضره الزبيب كيما راكي تشوفي طيبته هكا. ودروك نبدا نحط فيه ونستف معاه هنايا يعني التفاح. هو طبق تاع الزبيب مع التفاح. مع التفاح هكا نديرو كيما هاك. يعني هذه مشاهدينا اللمسات الاخيره اللي قبل الافطار اللي رانا نشوفوا فيها مع مدام صالحه. راه محضره لنا اليوم هذا الطبق الحلو الرقاق، يعني راها جايبه روحها. يسلمك ربي يخليك. والمعقوده اكيد المعقوده ثانيه ما ننساوش النجمه والقرفه في الطبق تاعنا تاع الطاجين الحلو. وعندي هنايا المعقوده اللي درتها هكا، بغيت نبدل شويه الديكور كيما راكي. المعقوده راكي دايرتها يعني ديكوراسيون حاجه جديده. حاجه جديده نبدلوا شويه. كيما تعرفي رمضان نتشهاو بزاف ويقول لك العين تاكل قبل كيما هكا. وهنا درت لها راني دارت لها صوص الثوميه. صوص الثوميه، صلصه الثوميه. وخاطش علاش المعقوده ديجا فيها الثوم الداخل، تسمى تجي ديك النكهه معاها، تتمشى معاها هذيك النكهه تاع الثوم. خيرت لكم كيما هكا وان شاء الله يعجبوكم.
يعني دروك غادي تحطي لنا طبق الرقاق. نشوفوا مع بعض، شوفوا مع بعض مشاهدينا السيده صالحه كيفاش غادي تقدم طبق الرقاق. شويه غير نزيدي حمى غير شويه ونحطوه باش ما يحطش بارد. كيما هكا. نجيب غير الطبسي الاسيات اللي نجيب ندير فيها الرقاق كما دروك نشوفوا السيده صالحه راه كتقطعي في ونقطعوه هكا. باش غادي تزيدي هذا التعمير. دروك نزيد التعمير. شوفي نحطو ثاني الرقاق ناشف، نحطو كيما هكا ونزيدو طبسي نحطو فيه الرقاق ناشف. نشوفوا بلي راه الرقاق تاعو راه يبري، راه يسلمك ربي يخليك. شاحب وماشي داك اللي يجي معجن ويدور في الاستوماك، ما راه خفيف. دروك ديري لنا دروك شوفي نحطو التعمير كيما هكا. ندير بلاصه باش ندير الخضره. عندنا ثانيك الدجاج كيما قلت لك. نديرو ثانيك نحطو الرقاق ناشف. كاين اللي ما يبغيش بزاف من غاديش تسقيه. لا شوفي نسقيه، انا نسقيه شويه بصح ندير طبسي واحد اخر نحطو فيه الرقاق ناشف وحده. خاطش كاين اللي ما يبغيش الرقاق مشمخ بزاف، ياكله ناشف ما يبغيش. ولا زعما نقولوا كمل لك من الطبسي ترفدي حداك. ونحطوا الخضره تاعنا. الرقاق يبغي اللفت. اذا السيده صالحه راكي ديري في الخضره في طبق تاع الرقاق. انا نشوفوا فيه درتي التعمير الدجاج. قولي لنا كيفاش قلتي لي نحطوه ناشف؟ قلت لك الرقاق كاين اللي ما يبغيهش بزاف مشمخ. باغ اكزومبل انا عندي اختي ما تبغيش الرقاق مشمخ بزاف. يعني نتوما تحطوه ناشف؟ نحط ناشف. نحط هذه ندير فيه شويه مرقه بصح ندير ثاني شويه في طبسي ونحطه ناشف. دوك اللي يبغي يرفده ناشف يرفده. وكما نعرفوا كما قلت لك الرقاق يجي باللفت والكروطه. اللفت هذه الخضره الاساسيه. وعندنا الجوا ثاني الجوا الحار. وكاين اللي يديروا فيه البطاطا. انا منين داك ندير فيه البطاطا على حساب الذوق الصغار ثاني كشتي يبغوا البطاطا. والحمص ثاني بيان سور البطاطا والحمص. الطبق تاعنا راه واجد. يلا شوفي هو يبغي المرقه. كي نكونوا نديروا فيه نكثروا المرقه خاطرش يشرب الرقاق يشرب المرقه. حتى الشكل تاعها راه يشهي. يعني يقول لك العيد تاكل قبل. لازم سيرتو في رمضان شي لازم نزوقوا الطابله. اكيد يعني ماشي غير طبق تاع الرقاق ماشي غير طبق حتى طبق تاع الرقاق تقليدي ونزوقوه. خاص نعطوا القيمه الاكلات التقليديه تاعنا. لازم نعطوهم قيمه هكا. والطبق تاعنا راهي واجده. تحطيه في الطابل هذيك نحطيه هكا والحريره. مشاهدينا رانا مع السيده صالحه وراهي تسربي في الحريره تاعك. درتيها اليوم تيرتيه ولا وهرانيه؟ درتها تيرتيه حريره وهران. تيرتيه بالتشيشه تاع المرمز. واه. ونديروا ثاني فيها في التالي كي نكملوا كاع. يعني هذا نوع من التشيشه سموه تشيشه تاع المرمز. تشيشه تاع المرمز واه. كاين تشيشه مفلقه وكاين شحال انواع. هذه تشيشه تاع المرمز سبيسيال للحريره. وكي نكملوا كاع ونطحنوها كيما نقولوا حنا نداووها. نديروا لها المغرف تاع الروينه. يعني باش تميز الحريره تيرتيه التشيشه تاع المرمز والروينه. وكاين الزعتر ثاني كنديروا بها. والحشاوش كاين اللي يقول المحشاوش ثاني هذو خلوهم في الاخر نحطوهم في الطابله تاع الطاوله يعني تاع التوابل. نزيدوهم هما اللي يعطوها نكهه. انا لا رانا نشموا في الريحه يعني راها باينه النكهه من دروك. يسلمك ربي يخليك. ما نديروها كما كتشوفي لا ثقيله لا خفيفه. هي تختلف على الحريره تاع التلمسانيين كما يديروها بالفارينه يديروها يعني هي الخميره يديروا ديك يخمروا هذيك تاعهم. حنا لا حنا ما نديروش هذه الخميره. حنا نديروا ديريكت الخضار ونديروا التشيشه معاها. ومن بعد نطحنوا نديروا لي زيبيس معروفه بهم الحريره. ومن بعد كي نطفوا نداووها. قلت لك نديروا لها ثاني هذا الحشاوش نديروا لها مغرف تاع الروينه. اكيد. وتبقى يعني مشاهدينا الحريره هي سيده المائده في رمضان عند كل العائلات الجزائريه.
يعني تختلف هي من منطقه لاخرى، لكن تبقى الحريره ما نستغناوش عليها في هذا الشهر الفضيل. ورانا نشوفوا السيده راح تزين فيها بالمعدنوس. نديرو المعدنوس، نخلط قزبر ومعدنوس. حاجه نعرفوا الحريره هذا خليط من القزبر والمعدنوس راح تضيف فيه السيده صالحه في الحريره. هادشي الحريره تجي بالقزبر. الوغ على هذه ندير لها رشه تاع القزبر باش نخلط معدنوس وقزبر باش تعطيه الريحه، والبنه ثاني تزيده بنه. وكما قلت لك دوك الحشاوش نخلوهم في الطابله، ايوا نحطوهم ونديروهم من الفوق كيما هكا يزيدوا يعطونا ديك البنه. اذا مشاهدينا قرب وقت الافطار وغادي نروحوا مع بعض مع السيده صالحه باش نجتمعوا مع العائله تاعها على مائده الافطار. بقاو معنا مشاهدينا الاعزاء. رانا تلمينا على طاوله افطار عائله عسلي. العائله كاع راها ملمومه، المائده راها مزوقه باطباق تقليديه عصريه. الله يبارك تشاهينا. راها معنا السيده صالحه مع افراد العائله تاعها، مع الاب والام رانا نشوفوا يعني باقي الافراد. السيده صالحه شاركي حطت لنا هنا في هذه الطاوله. حنا رانا نشوفوا يعني راها كاينه السلطه، راه كاين الطبق الرقاق اللي هو الطبق الرئيسي تاعنا. قدمي لنا الطاوله تاعك اللي راها تشهي. الله يبارك يسلمك، شهيتكم في الجنه. كما قلت لك درنا الرقاق خاطش ولدي صومته اليوم اول مره يصوم. اكيد. وللعلم انه بما انه رانا في يعني نصف رمضان، من عادات وتقاليد هذه العائله ويعني العديد من العائلات الجزائريه انه الطفل يصوم في هذا النهار. وراه كاين معنا الطفل انس راه صايم اليوم. رانا نشوفوا فيه صاير عيان، راه جيعان صاي عيا. احنا عندنا في العادات تاعنا كي يصوم الغريان خطرته الاولى نديروا له الخاتم لاليونس كما نقولوا، نديروها في الحليب، في الكاس تاع الحليب ونعطوه يشرب هذاك الحليب. يعني هذه من العادات والتقاليد يحلل به، يحلل. هذه من العادات تاعنا. وثانيك انا درتها تزامنا مع ليله النص. كما تعرفي ليله النص نزوقوا كاع شهر رمضان، بصح في ليله النص نزيدوا نحطوا الطاوله تاعنا اكثر. حضرت لها الرقاق، المعقوده، الطاجين الحلو تاعنا التقليدي. بغيت ناكد على التقليدي، الطاجين تاع التفاح بالزبيب. درت ثاني السلطه. انا نشوف السلطه بارك راها مزوقه بشكل ثاني. هذه حاجه عاديه تقليديه تاع بكري. القرناع كندير فيها القرناع ماشي من بكري ناكلوه بالملح والخل نديروه. انا زدت له شويه لمسات. وعندنا هنا ثاني التشكيله تاع الصالي هادو شويه، هذه عصريه خرجنا شويه على التقليدي. يعني طاوله اليوم راها عصريه تقليديه. المعقوده اكيد ثاني اللي ما تخلاش من الطاوله تاعنا. والشربات ثاني كل مطلوع. هادو من اساسيات الطاوله تاعنا، المطلوع والشربات والمعقوده. هادو من اساسيات شهر رمضان كومبلي. يعني هذو هما الاساسيات تاع شهر رمضان. الله يبارك ما شاء الله. راه معنا ثاني اليوم اب السيده صالحه، السيد احمد. كي راك السيد؟ قول لنا كيفاش راك تفوت ايامات رمضان. قلنا على الاكل، انت اش تفضل تاكل في هذا الشهر؟ وكيفاش يبان لك الاكل تاع بنتك صالحه صراحه يعني بدون مجامله؟ السلام عليكم، صحه رمضانكم، صحه فطوركم، كل عام وانتم بخير ان شاء الله. مرحبا بكم عندنا عند عائلة عسلي. يعني اليوم كيفاش نفوته في النهار العمل ومن بعد الظهر الإنسان يقيل، ومن بعد عبادة. يعني شهر رمضان شهر عبادة، وكيجي وقت المغرب نصلوا في المسجد مع الجماعة تاع المسلمين، ومن بعد نجي للبيت مع العائلة نتلايموا كاع كيما راكم تشوفوا. والاكل تاع البنت نتاعي ما شاء الله يعني ما عندي ما نقول. انا الاكل تاعي المفضل هي ان الحريره المعروفه لدى كل الجزائريين يعني، وشويه تاع سلطه، وخاصه يعني كما نقولوا المملحات. كبيبه ومملحات يعني مفضلين عندي. هذه اللي الحاجه اللي مفضله عندي. شكرا.
أكيد هو شهر العبادة، شهر التوبة والغفران، الشهر اللي تتلم فيه العائلة. أنا نشوفوا اليوم السيد أحمد الأحفاد تاعك راهم متدورين بيك، الله يبارك. ومعنا سيدة سعاد هي أم سيدة صالحة، راه معها هاد الحفيد الصغير. مرحبا بك سيدة صالحة، نقولوا لك صحة رمضانك وصحة فطورك. يسلمك صحة رمضانكم انتم تاني، ومرحبا بكم ومع الطاقم الباهية، وكل عام وانتم بخير ان شاء الله. ونتمنى ان شاء الله كل عام ان شاء الله، كل سنه ان شاء الله لا فاقدين ولا مفقودين ان شاء الله. إن شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب. سيدة سعاد، قولي لنا يعني كيفاش الاجواء تاع رمضان عندكم هنايا؟ يعني دائما كيما هكا ملمومين مع الاحفاد مع البنات، اليوم انا نشوفوا فيهم راهم عندك، الله يبارك. كيفاش تكون يعني التحضيرات تاعكم تاع الافطار؟ العادات اللي مازالكم شادين فيها، ربما عندك تي عادات تاع بكري مازالك شاده فيها مع البنات تاعك. نعم كما قال لك، طبعا عندي انا ليله النص وليله 27 عندي اسمها ليله مميزه نعرض فيها بناتي، خاطر كما قال لك عندي انا خاطر عندي زوجتهم وحده، كما اليوم ليله النص راني لميتهم درت لهم الطبق الرئيسي هذا تاع بنتي صالحه تاع الرقاق والحريره غنيه عن التعريف في مائده رمضان، والسلطه كما قلتي مملحات، والمعقوده هذه المعقوده اللي كما قال لك ما المعقوده هذه كما قال لك لا تكون على الطاوله كما قال لك شهر رمضان كامل. اكيد طبعا اكيد. واليوم الطبق الرئيسي تاعنا كما على بالهم مشاهدينا هو طبق الرقاق. رانا نشوفوا في هذا الصغير صايره فشلان راه عيان. قول لي كيف فوت نهارك اليوم صراحه؟ اليوم كيفات هذا النهار اول مره راك تصوم؟ شويه وبص هو تغير. شو الحاجه اللي باغي تاكلها بزاف؟ شويه همبرجر. يبغي لي الصالح. يبغي لي صالح هو. شنو بغي زاني تاكل؟ وتاي تفاح. تفاح، هذا التفاح يبغوا لها الحلاوه، الحاجه الشابه، الهمبرجر، التفاح. تاني الرقاق. والرقاق. قولوا لك صحة فطورك إن شاء الله، ربي يدوم عليه الصحة إن شاء الله ويتفرحوا به يا رب. راه معنا تاني أخت السيدة صالحة اللي هي طالبة جامعية. قولي لنا كيفاش راكي تفوتي نهارك أنت كشابة جزائرية؟ يعني اسكو راكي تعاوني في كوزينة؟ راه تعاونك مدام سعاد شوية؟ لا تعاون الحمد لله تعاون. انا الصباح في الحق عليا الميراج تكون راقده صراحه، بس حكيت للحشيه صاي انا عليا المطلوب كي قال في القهوه ولا، وهي تكمل كاع الفطور تكمله كاع. قولي لنا كيفاش راكي تفوتي نهارك صراحة يعني كشابة جزائرية؟ يعني نهاري يفوت كيما كاع الايام الاخرى ولا فيها شويه يا انا نبغي نرقد الصباح، نبغي نرقد كيما كاع البنات الجزائرية يعني بدون ونبغي ندخل الكوزينه، نبغي شحال من حاجه تكون في خاطري في العام ما نديرهاش في العام، نبغي نديرها في رمضان. جو نتشهى في رمضان بزاف ماكلات نطيب مع العباده شويه، راكي عارفه تقربوا من ربي هذا شهر الغفران ان شاء الله، ربي يتقبل منا ومنكم ان شاء الله يا رب. تلقي روحك اكثر في المطبخ يعني في الاكلات التقليديه ولا تبغي الاكلات العصريه؟ الاكلات العصريه. الاكلات التقليديه ما نبغيهمش بزاف، ما نبغيهمش بزاف، مي الاكلات العصريه كيما المملحات اللي دارتهم صالحه وكاع نلقى روحي فيهم وناكلهم بزاف، ونلقى روحي كي نطيبهم. اكيد اكيد. يعني اغلب الشابات الجزائريات راهم يتوجهوا لهذه الاكلات العصريه، يعني بصح كاين اكلات تقليديه وهي بشكل عصري. اكيد التقليدي ما نستغنوش عليه في المائده تاع رمضان. السيده صالحه رانا نشوفوا بلي راها محضره لنا يعني طاوله تاع الحلويات، راها تشهي. رانا نشوفوا اشكال والوان تاع الحلويات. شكي محضره لنا اليوم السيده صالحه في المائده تاع السهره كيما نقولوا حنايا؟ المائده تاع السهره كما تعرفي انا ديجا الحب تاعي والخدمه تاعي هي الحلويات التقليديه والعصريه. خيرت لكم المعسلات بيان سور باسكو رانا في شهر تاع رمضان، ناكلوا بزاف المعسلات. درت لكم معسلات، والحاجه اللي نتميزوا بها ثاني حنايا التياتيين في القهوه. عندنا القهوه نديروا فيها الدق، كاين اللي يقول لها الدق وكاين اللي يقول لها مشايخه. حنا هذه معروفه بينا، معروفين بها، يعني كون ما تكونش كاينه في القهوه ما نشربوش قهوتنا يعني صامته. الدق ولا مشايخه، فهمينا شو هذا الدق كل مشاهدين يعرفوا معنا شو هذا. هذه تجي عشبه ونديروها في القهوه، هي سبيسيال للقهوه،
تندرش تجي في القهوه، كاينه تجي بودغ ولا تجي العرق، كيقولوا له العرق تاع ديك، نقيسوه في القهوه ونخلوه يطلق. وكاين اللي ما يبغيهش، حنا اش نديرو كي يجي الضيف نطيبوا قهوه عادي ونحطوها هكا في كيما هكا، باش اللي يبغيها ويبغي بنته يدير شويه، يعني هي تكون اختياريه. ولا اللي ما يبغيهاش ما يديرهاش. صح حنا ما تخطيناش في شهر رمضان، ماشي غير شهر رمضان كاع، يعني على هي العام. حاجه تميزكم، حاجه نتميزوا بها، التيارت فرندا زعما هذه يتميزوا بها كاع، ميم الناس البيض نورمالمون كاع هذا يتميزوا بها، هاد المنطقه هذه. يعني رانا نشوفوا اليوم مشاهدينا ريحة رمضان راها 100% تيرتية على حساب السيدة صالحة والعائلة تاعها. وحاليا مشاهدينا رفع أذان المغرب، نروحوا نأدوا صلاة المغرب مع عائلة عسلي ونرجعوا لكم، بقوا معنا. اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. عودة مشاهدينا إلى مائدة إفطار عائلة عسلي بعد ما أدينا معهم صلاة المغرب. صاي دروك حان وقت الإفطار، العائلة صاي راهم جيعانين، حتى المصور تاعنا عبد الرحمن على بالي باللي صايرك جيعان عبد الرحمن. والتحق معنا الان السيد احمد بعد ما كان في المسجد باش يؤدي صلاه المغرب. الله يقبل ان شاء الله السيد احمد. صحه فطوركم. الله يسلمك، تفضل. وكل عام وانتم بخير ان شاء الله، ومرحبا بكم عندنا ان شاء الله. ذهب الدعاء يعني قبل الافطار وهو تاع رمضان، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. ان شاء الله. تفضلوا، مرحبا بكم. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا سيد احمد. مشاهدينا انا غادي ندوق هذا الطبق تاع الرقاق، لازم هو اللي ندوقه لانه هو الطبق الرئيسي تاعنا اليوم. شوفوا الطبق تاع السيده صالحه، بسم الله. واحد البنه مشاهدينا، صراحة نتمنى لكم تذوقوا هذا الطبق اللي رانا نذوقوا فيه. السيدة صالحة نشكرك انت والعائلة تاعك على هذه الاستضافة وعلى هذا الترحيب. ان شاء الله ربي يدوم جمعتكم. آمين. وينعاد عليكم ان شاء الله بالصحة والهنا. امين يا رب. كلمة أخيرة تقوليها لنا وتقوليها للمشاهدين، وربما إهداء تبغي تقدميه. نقول لكم شرفتونا ونورتونا ومرحبا بكم عندنا. وثاني كمان نقدم إهداء لكل الجزائريين وكل الأمة المسلمة، نقولها ينعاد عليكم إن شاء الله رمضان بالصحة والهنا، وكل عائلة عسلي، كل عائلة الزوج تاعي ثاني بومسلة، عائلة بومسلة. تحية أيضا للزوجة تاعي، تحية لأبي لأمي لخواتاتي الجنود الخفاء ثاني، هما ما ننساش خيرهم كانوا معاونيني بزاف. وثاني كل جداي وجداتي نتمنى لها الشفاء ونقول لها كل عام وانتم بخير ان شاء الله. وما ننساش خالاتي خوالي عمومي كل صديقاتي كل شيء كاع ما ننسى حتى وحده، باش ما نذكرش الاسماء باش ما ننسى حتى وحده، نقول لهم كاع نقول لكم صحه رمضانكم وكل عام وانتم بخير ان شاء الله. سيدة سعاد تبغي تقولي لنا كلمة أخيرة؟ مرحبا بكم. والكلمه الاخيره اللي غادي نوجهها لك كما قالت بناتي والامه الاسلاميه والجزائريين كلشي وحده بوحده، ما ننساش خواتاتي، ما ننساش زوجي شيخي. عندي هذا الابن، هذا ابن احمد قال لك نرحب به في مائده رمضان تاعي اليوم في ليله النص. ان شاء الله كما قال ربي يوفقه في قرايته ان شاء الله. هي وش نقول لكم ان شاء الله الشعب الجزائري كم الجزائر، الشعب الجزائري ان شاء الله كل عام هو بخير ان شاء الله. وكما قال لك نتمناه ان شاء الله كل عام ينعاد علينا بالبركه والخير ان شاء الله يا ربي. مشاهدينا الاعزاء نقول لكم صحه رمضانكم وصحه فطوركم وكل عام وانتم بخير. نلقاكم في العدد المقبل ان شاء الله مع طبق اخر، ونشوفوا بقيه العادات والتقاليد العديده والمتنوعه تاع الجزائريين. سلام.